الفيلم كيبدا بفلاش باك زوين كيبان افا وميتش فرحانين بعرسهم، ولكن الواقع ديال دابا القضيه حامضه. الجيش الامريكي شرشم بالغلط سلاح تجريبي في جنوب تاسمانيا باستراليا، وهذا الشيء خلى مدينه هوبارت كتدمر وماتوا اكثر من 500 ألف بفشل عصبي. الحكومه الامريكيه والرئيس الاسترالي دابا تحت ضغط كبير، ما فهموا الجوزة وزيد عليهم الاحتجاجات والناس كيطالبوا بمحاسبة الرئيس. الصحفيين بغاو يمشيو بلاصة الكارثة ولكن منعوهم، ما قالوش ليهم علاش. المهم الدعوة مرونة. ميتش كان في واحد المهمة في مدينة هوبارت ملي وقعت المصيبة، امراته افا كتعيط ليه ولكن ما جاوبهاش. شوية شدات الطيارة لاستراليا كمتطوعة في عملية تنظيف عسكرية، هادشي كامل غير باش تقلب على راجلها ميتش. الناس اللي معاها في الطيارة حتى هما متطوعين كيقلبوا على الناس اللي عزاز عليهم، ومنهم هاد المراه الكبيره. في المطار كيمنعوا عليهم التليفون يكون معاهم، غادي يخليو تليفوناتهم في واحد الصندوق حتى يرجعوا لبلادهم. في هاد البيرو كيتوزعوا المهام. افا كتقول باغا تمشي للجنوب تكون مع الجروب ديال جمع الجثث، ولكن الضابطه كتقول لها لا، حيت ديك البلاصه مازال خطيره. يعني افا دابا خاصها تخدم بشي حاجه اخرى وتسنى. ملي افا بدات كتبكي الضابطه واساتها وعيناتها في جروب 209. افا ما عجبهاش الحال، قالت لها انا معالجه فيزيائيه، داكشي ديال الترويض زعما، ولكن تقدر تعاون في حوايج اخرى وتسنى. ولكن الضابطه كتقول لها باللي الاعفاء ديالها تعطى باش تخدم تحديد هويه الضحايا، يعني يا تخدم في هاد الوحده يا ترجع بحالها. من بعد واحد القائد كيجمع المتطوعين وكيقول لهم راه ممكن الموتى يرجعوا للحياه على شكل زومبي، واللي شاف شي حاجه بحال هكذا يقولها للسلطات باش يتعاملوا معاه. فهاد اللحظه افا كتفكر في حياتها مع ميتش وكتمنى يكون بخير. من بعد ركبوا في الطوبيس وشدوا الطريق. واحد خونا سول شحال من ميت رجع للحياه، ولكن العسكري ما جاوبوش، قال لهم غير يستعملوا الفلام في حاله الا لقاو شي زومبي. ملي وصلوا للمدينه اللي كلها مخربه، دخان في اي بلاصه، المتطوعين تفرقوا باش يقلبوا على الجثث ويدفنوهم بكرامه. افا دخلت هي وواحد المراه لدار مهجوره، قلبوا بيت زنقه، ولكن شويه افا لقات الجثث في الحديقه. خرجوهم قدام الدار باش يجوا جنود يصوروهم وتعرفوا عليهم قبل ما تجي الطوموبيل وتهزوا. صاحبه افا تصدمات من المنظر وقررت تنسحب، وقالت خاصها ترجع عند ولادها. اودي خاصو يكون عندك داك الشيء ديال النحاس. من واحد الدار اخرى خرجوا جوج رجال، واحد كان كيتقيا وكلاي كان كيتكيف كاع ما مسوى. الراجل اللي كان كيتقيا حتى هو استقل، وكلاي بقى كيشوف افا باش يخدموا مع بعضياتهم. اخوان دعمونا بلايك والاشتراك في القناه، الدعم ديالكم كيعني ليا بزاف وكيشجعني باش ندير فيديوهات اخرين وملخصات اخرين على افلام جداد. مشاو لدار اخرى، كلاي تما فرقع باب الدار ولقى راجل ميت فوق السداري، وحتى الحوت كان ميت والريحه كانت خانزه. افا سولات كلاي علاش ما لابسش كمامه، قال لها بالضحك غير انا ما بغيتش. بقاو كيدوروا من الدار لدار يجمعوا في الجثث، وإلا كانت شي جثه كبيره كيتعاونوا عليها باش يهزوها. في واحد الدار افا شافت واحد التصويره ديال العرس، وهذا الشيء خلاها تفكر عرسها هي وميتش. في وقت الغداء المتطوعين كاملين جلسوا كيتناقشوا الوضع. وحده قالت خاص الجيش يشد الزومبي درسهم ويفهم الحاله ديالهم كيفاش كيولي هذا الشيء عوض ما يقتلهم. في الطريق المراه الكبيره لقات ولدها في واحد الطوموبيل وبقات كتطلب منه باش يفيق، ولكن والو، الجثه ما تحركاتش. في واحد المحل افا لقات السرير ديال الاولاد الصغار، تما غتفكر باللي خاصها دير تيست ديال الحمل، ولكن كيف ديما ختنا ما حاملاش. بقى فيها الحال، ولكن ميتش كان ديما معاها وفي جنبها وكيقول لها غير يجي واحد النهار وتحمل. في هذه اللحظه سمعت شي صداع، دارت ولقات المراه هازه فلام وكتغوت باش الجنود يعاتقوها. الجنود دخلوا للدار وتيراو في الزومبي. في الدار اللي حداهم افا وكلاي لقاو طوموبيل ناضيه في الكراج. افا لقات بقع ديال الدم وتبعاتهم حتى لقات زومبي مخبي ورا ديك القيشه. في البلاصه عيطات لكلاي، هو حل الباب الكراج وشعل الفلام. افا ما قدراش تحيد عينيها من الزومبي اللي غير كيشوف فيها. ملي دخلوا الجنود باش يقتلوه خرجات من الدار. في الاخر ديال النهار الفقهاء ديالهم صلاو على الموتى قبل ما يرميوهم في الحفره. من بعد جات تراكس باش تغطيهم بالتراب، دم بارد ما فيه حتى احساس. هذا المنظر خلى افا تقلق وخرجات تمشى شويه. ملي شافت الساحل من بعيد تفكرات العطله اللي دوزات مع راجلها. في الليل هيليكوبترات كانت كتراقب المدينه بالاضواء. افا في البيت قلبت على الخريطه ورسمت اقرب طريق اللي كدي للساحل. رغم ذلك كاينه مسافه طويله باش توصل، طلع عليها دم ولكن ما بغاش تفاك وقررت تمشي. خدات حوايجها ونزلت في الدروج بالتخبيه وكتحاول تبعد من البلايص اللي فيهم بنادم باش ما يشوفها حتى شي واحد. كانت الروينه، الموسيقى، الماكله، الصداع، مهم الدعوه مرونه. ولكن هي دخلت الكوزينه
لقات واحد الباب كيخرج لبرا، ولكن قبل ما تخرج شدا واحد الضابط متلبسه ورجعها للداخل وقال ليها ما كانش خاصهم يخليو الامريكين يجيو هنا، فيهم غير المشاكل. من بعد ما مشات القاعه ديال الماكله فين كاينين المتطوعين دايرين حفله باش ينساو الرعب اللي شافوه بالنهار، كلاي عطاها مناظره. تما بدات افا كتعاود لي على الوضع ديالها مع راجلها، وقالت حتى الزومبي اللي شافوه ما بانش عليه مخشافي، كان باين غير تايه وخايف. كلاي ما صدقاش، وهذا الشيء خلاها تحس بالضيق وخرجت من الحفله. من بعد شويه افا وكلاي مشاو لدار اخرى كيقلبوا على الجثث، وفجاه خرج لهم زومبي وبدا كيهجم عليهم. في ديك اللحظه افا فاقت من النعاس، كانت غير كتحلم. من بعد طلعت من السرجم وكيبان ليها مازال الدخان مغطي المدينه. مع الفجر خرجوا المتطوعين مره اخرى. افا وكلاي لقاو جوج ماطر في الكراج. كلاي كيقول صافي غادي ناخذ واحد جابوا الله. افا مشات تقلب لقات بنادم غير متكي وباين عليهم ماتوا في الحفله. مازال القراعي ديال الشراب وكاع المواد الممنوعه فوق قابله. كلاي خدا شويه من السكر كلاصي وبدا كيقول باللي كان عزيز عليه الماطر ملي كان صغير. افا وراتو الخريطه وقالت ليه واش تقدر ديني للجنوب على الموطور ونتفاداو المناطق الخطيره. كلاي شداتو الضحكه ولكن وافق باش يديها. باش كلاي كان كيقلب على الكاسكاس افا سمعت شي اصوات، فاش تلفتات لقات واحد الزومبيه كتزير في سنانها وكتهضر بطريقه غريب. حاولت افا تهضر معها باش تفهمها ولكن كلاي رجع وقال لها تبعد منها. من بعد خرجوا من المدينه بالتخبيه بلا ما يركبوا على الموطور باش ما يشوفوا حتى واحد. بعد شويه ركبوا على الموطور. كلاي كان عاجبو الحال وهو كيسوق بسرعه كبيره النار في لاكار وبقى كيجونغلي في الطوموبيلات اللي كيلقاهم في الطريق. من بعد ما شافوا واحد الدبابه جايه مشاو تخباو ورا واحد الطوموبيل. في هاد الوقيته افا شافت واحد الزومبي واقف في وسط الطريق، ولكن فاش بدا كيتمشى العساكريه تيراو فيه بالسلاح. افا تاثرات وبدات كتقول ياك ما هذا راجل يميتش. من بعد ما مشاو الجنود كملوا طريقهم، وكل ما كيقربوا البلاصه فين غاديين كيكثر الدخان والدنيا كاع مخربه. شويه وقفوا في واحد الفيلاج باش ياكلوا شي حاجه ويستراحوا، ولكن بداو كيكحبوا بسبب الدخان وخرجوا ليهم زومبي اخرين. ثم رجعوا للموطور وركبوا هربوا. في واحد الفيلاج اخر دخلوا الريستو، ولكن هاد المره تجاهلوا الجثث اللي تما. دخلوا الكوزينه شربوا الماء من الروبيني وغسلوا المواعن. كلاي يحس بالعضلات ديالو كيتالموا بعد نهار ديال السوقان. افا دارت لي الماساج. افا شرحات لي انها كانت كتخدم كاخصائيه في الترويض لمده سنوات، ويلاه فتحت العياده ديالها. وميتش كان خدام في الطاقه المتجدده وجا لاستراليا باش يحضر الاجتماع ديال الشركه. كلاي قال لي انا مقاول في البني وعنده شي مشروع صغير كيعاون به الوقت. افا لاحظت الوشاملي على كلاي وسولاتو واش على شي واحد كان عزيز عليه، ولكن ما جاوبهاش. وفجاه خرج واحد الزومبي وبدا كيهز اي حاجه ويهرسها. ديك اللحظه كان كلاي غادي يشير عليه بالكرسي، ولكن واحد الجندي سميتو رايلي تيرا فيه. الجندي كيشرح لهم باللي كل ما الزومبي بقى حي كيزيد يتوحش، واخا تيرا فيه بقى حي. داكشي علاش الجندي جبد الموس ودقا فيه باش يغبر ليه الاثار. من بعد رايلي سولهم علاش نتوما في هذه المنطقه الممنوعه. افا قالت لي كلشي ولكن ما تريقهاش. الجندي غادي يستجوبهم واحد بواحد. بدا بكلاي وافا سد عليه في بيت اخر. ملي بقاو الرجال غير بوحدهم افا بدات كتبكي وكتعتذر لميتش، وحسات بانها خذلات وتفكرات نهار رجع ميتش من الخدمه وبغى يهضر معها، ولكن هي ما كانتش باغيه تهضر. من بعد ساعات الجندي حل الباب وقال لافا باللي كلاي هرب. قال لي باغي نمشي نبول وما رجعش. الجندي قلب عليه وما لقاش، ولكن عارف علاش. المهم الجندي قال لي انا غنديك الجنوب ولكن بشرط ما تحاوليش تهربي. افا وافقات وقالت لي والله ما نهرب. قال لي صبري عليا شويه نجمعوا الحوايج ونمشي. وهي خارجه معاه ضربات على خاتم الزواج في صبعه. باش ركبوا في الطوموبيل شدوا الطريق حتى وصلوا لواحد لوطي سميتو بلو بيرد. الجندي قال لي راني دوزت شي ايام هنا وعارف كلشي ويقدر يضبط على الماكله من الداخل. عرض عليها باش يتعشاو وهي قالت لي غناخذوا غير داكشي اللي خاصنا وغنشدوا الطريق. قال لي لا خاصنا ضروري نرتاحوا شويه. وهما كيتعشاو رايلي بدا كيهضر على باه اللي حتى هو كان جندي. حرفت بوك. افا ما بغاش تاكل، بقات غير كتشوف حتى تصادفات مع تصاور ديال رايلي مع امراه سميتها كاتي. خونا العسكري قال لها باللي مراتي كاتي كانت حامله ب8 اشهر. وقع الحادث في الوقيته اللي كان في مهمه عسكريه، وملي سمع باللي الدعوه مقلوبه شد اول هليكوبتر وجا لهنا. باش وصل لقى كاتي وعائلته ميتين حدا الطابله. ملي سولاتو افا واش مراتك رجعات زومبي ما جاوباش، غير شعل عليها كارو. عاوتاني افا سولاتو امتى غنتحركوا من هنا. قال لها قريب، ولكن قبل ما نمشيو بغيتك في واحد البلان. فيت الناس افا لبسات حوايج كاتي ودارت البارفان ديالها، ولكن رفضات تلبس الخاتم ديالها. في واحد الدروج لقات واحد المقص خباتو تحت المخده لدوير الزمان. صافي ختنا ملي وجدات راسها. رايلي دخل لابس حوايج ديال السيفيل، زرع الموسيقى وطلب منها يشطحوا شويه حتى هي عطاها الكيت وشدها باش يشطح معاها. افا كتغمض عينيها وكتخايل راسها مع راجلها ميت. رايلي بدا كيعيط ليها بكاتي وكيعتذر ليها وكيقول لها انا كنبغيك. حتى هبط على ركابي ودار بحال الا كيهضر مع الجنين في كرشه. وهذا المنظر فكر
كتفكر افا بميتش نهار عرسهم. ديك اللحظه رايلي لاحظ بلي ما لابساش خاتم كاتي. قالت لي ماشي مشكل، المهم هو اننا شطحنا، ولكن هو قال لي لا خاصنا نعاودوا من الاول. طلب منها تلبس الخاتم. في ديك اللحظه فاش بدا كيقرب منها شيرات عليه بلامبا وهربات. رايلي تبعها يجري وهي دخلات البيت وسدات عليها، حبسات الباب بالاساس. ملي دارت صدمات لقات الجثه كاتي حامله فوق الناموسيه. رايلي من برا كيقول غادا تفيق قريب، حيت الموتى اللي كيرجعوه هما اللي مازال عندهم شي اعمال ما سالاوهاش. رايلي كيقول باللي كيحس بولدو مازال حي وكيحس الحركات ديالو، وهو كيدق في الباب بالجهد باش تحل عليه. افا كتشوف غير في التصاور الشمع، بقات مصدومه حتى لقات واحد الكرياج خرجات منه. طلعت السطح ومن بعد هبطت مع واحد الشجره. شافها موبين مازال واقفه ولكن خاصها تجيب السوارت من الداخل. حاولت تدخل الدار باش تجيبهم ولكن خونا العسكري بان صافي هربات بلا ما تاخذ شي حاجه. تخبات في الكراج ومن بعد شويه رايلي جاي يقلب عليها وكينيش بالبيل. افا لاحظت بزاف ديال الزومبي مربوطين بالسلاسل وكانت واحد السبوره مكتوب فيها كاع المعلومات عليهم، يعني خونا العسكري كان كيدرسهم. بقى كيطلب فيها باش تخرج من ديك البلاصه وكيعتذر، قال لها غادي نديك الجنوب غير خرجي من تما. من بعد شويه افا حيدات خاتمها ولبسات خاتم كاتي ولات كتلعب دور ديالها، كتهضر بطريقه حنينه وقالت لي باش يكملوا الرقصه ديالهم. رايلي بدا كيرجع باللور باش يخرجوا من الكراج. افا ضربات على السوار طوموبيل معلقين في الحزام، بقات كتهضر معاه بطريقه زوينه حتى قرب ليها باش يعنقها، ولكن جات لعندها وقال لها خسرتي كلشي. ديك اللحظه افا شدات واحد طورنوفيس كاتولي في عنقه. العسكري طاح الارض. افا خدات السوارت ومشات تجري للطوموبيل. ملي شعل الضوء ديال الطوموبيل افا تصدمات، شافت كاتي واقفه قدام الدار وشاده كرشها، ولكن افا ما تسوقاتش ليها ومشات. وهي كتسوق افا تفكرات نهار ميتش خرج في المهمه ديالو للخدمه، كانت كتبكي وما بغاش تمشي معاه للمطار. الزواج ديالهم كان واصل الحاله خايبه بزاف. الصباح فاقت افا في الطوموبيل ولبسات خاتمها مره اخرى. دوزات الليل تماك حيت الطريق كان مسدود بزحام الطوموبيلات. خدات شي حوايج وفاس من الطوموبيلات اللي تخلاو عليهم وكملات على رجليها. من بعد شويه خرج واحد الزومبي وراها وبدا جاري عليها. افا خافت حتى تعكلات مع واحد الزومبي كان ميت وطاح عليها الفاس. بقات غادا كتجري حتى دخلات من واحد السرجم مهرس ديال الطوموبيل والزومبي ما معاتقش معاها. تابعها يجري، بقى كيشد فيها وكتهرب منه. اللي لقاتها كتصيفط عليه حتى لقات واحد الطفايه عطاتو بها الراس. الزومبي طاح كاو، بقات كتغوت شويه عاوتاني خدات الفاس وكملات الطريق ديالها. في العشيه لقات كارافان طلات من الشراجم بانت ليها عائله على قداميتها. خرجات كاع الجثث لبرا باش ترتاح تما في الليل. دارت دور رجليها مع الريق كانت طويله. شافت الخريطه لاحظت باللي مازال قدامها شي 9 كيلومتر. في وسط الليل واحد من الجثث تحول للزومبي. فاقت افا على هذا الصوت، خرجات بالفاس باش تدافع على راسها، ولكن لقات الزومبي كيحفر حفره باش يدفن عائلته. كان كيبان شبه انسان ملي شاف فيها، وهذا الشيء خلاها تقرر تعاونو. من بعد ما دفنوا العائله كامله افا شافت الهويه ديالو في البسطام وتفكرات ميتش عاوتاني. رجع عندها شويه الامل يمكن يكون مازال حي. الزومبي جلس حتى القبر كما طلبات منه افا. من بعد صفاتها ليه ودفناته مع عائلته وحطات تصويره فوق القبر. واخيرا افا وصلت للمنتجع السياحي. لقات كل شيء ميت، الخدامه الزوار وحتى الزومبي محبوسين في الجرده. قلبات في كل بيت حتى لقات ميتش كان ميت حدا الناموسيه. شدات يدو بشويه وشافت باللي خاتم الزواج ما بقاش في صبعه. شويه هزات راسها بانوا ليها جوج كيسان ديال المناضه وبطاقه هويه ديال شي مرة، والخاتم كاين في الحمام. افا فهمت باللي ميتش كان كيخونها. بدات كتبكي وكتقول واش هاد المرة احسن مني، وبقات كتغوت على ميتش باش يفيق ولكن والو. بهاد اللحظه غيدخل كلاي عندها، غيمشيو لجنب البحر وبداو يشربوا مناضه. افا قالت لي زواجهم بدا كيتهرس فاش ما قدرش تجيب شي وليد، وكانت باغيه تبدا العلاج ولكن ميتش ما خلاهاش، قال لها ماشي دابا. من بعد المشاكل كثرات وما بقاش كتعرف راجل شكون هو، وعاد تزيد حتى هي دخلت في شي علاقه واعترفت ليه قبل ما يجي لاستراليا. المهم جات هنا غير تلاقى معاه وتصلح داكشي اللي فات، ولكن هيهات كلاي حتى هو قال لها باللي بنته ومراته ما بقاوش باغيين يكونوا معاه. داكشي علاش طوع في هذا المشروع باش يبين لهم باللي هو راجل وملتزم، ولكن فاش قالها لمراته ضحكت عليه. من بعد قرروا ينساو مشاكلهم ويستمتعوا بالجو. شربوا مناضه عاوتاني، تكيفوا عاموا في البيسين. شويه داز عليهم واحد الزومبي. افا هزت واحد القرعه ديال الزاج بقات كتعطيه حتى تلاح الكاو. في الصباح افا شافت واحد التصويره ديال جنازه الفايكين وجاتها فكره، حيدات خاتم الزواج ديالها وخدات جثه ميتش للبحر هي وكلاي. كلاي تقيا عليه حيت مازال متمن. صافي لفوه في الحوايج وحطوه في الباطو وشعلوا فيه العافيه، دفنوه في البحر مساخير. من بعد ركبوا في الطوموبيل ورجعوا. فاش قربوا لوطيل ديال بلو بيرد لقاو كاتي واقفه وسط الطريق، حوايجها فيهم الدم وكرشها نقصات من الحجم. افا فهمت
باللي ولدات. وفي ديك اللحظه كاتي بعدات سمعوا البكا ديال شي دري صغير فاش افا مشات تجري للدار مهجوره لقات وليد يلاه تزاد. كلاي غطاو افا هزاتو. افا بقات هازه الوليد وكتهدأ فيه هو كيبكي وسط هاد الدخان اللي مازال معمر الجو. كلاي بقى غير ساكت ويشوف فيها بحال الا هاد اللحظه غيرت فيها شي حاجه. كاتي غبر ليها الاثار فاش سالات المهمه ديالها. افا فهمات بلي الولاده كانت هي العمل اللي مازال ما سالاتش ودابا سالات القصه ديالها فاش ولدات. اخوان هنا القصه ديال الفيلم كتسالي. الا عجبكم هذا الملخص ما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناه وديروا شي تعليق زوين ولا خايب كيف ما كان. قولوا لي الراي ديالكم والافلام اللي نقدر نديرها في الفيديو الجاي.